الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نويت النهارده ان شاء الله اعمل معاكم كبده مقليه بالرده، وطبعا على طريقتي، وفيها تكات حلوه قوي وفيها اسرار. بتمنى ان انتوا تتابعوني طبعا ان شاء الله كده في الفيديو، ان شاء الله كده هيعجبكم. بس ليا رجاء ان اللي اول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يشترك ويفعل الجرس بحيث ان هو يوصل كل اشعارات القناه كلها. اما بالنسبه للمتابعين حبايبي اللي هم متابعيني، يا اهلا بيهم وسهلا. يلا على بركه ربنا بقى نبتدي. يلا يا جماعه بقى ان شاء الله كده هنبتدي على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندي ده كيلو الا ربع كبده شرايح. انت لما بتروحي عند الجزار بتقولوا له ان انا عايزاها كبده شرايح، وحاول ان هو ايه يخليه يرفعها لك علشان ما تبقاش يعني تاخد وقت وهي بتستوي. تمام اهي. انا عشان مش بعرف امسكها اساسا بالكيس اهي. خلاص. ايه بقى الخلطه السريه بقى اللي انا بحب ان انا اتعامل معاها؟ في حاجه بس عايزه اقول لكم عليها. في ناس بتقول لك لا الكبده ما بتتغسلش. بس انا بحب حتى لو هديها شطفه كده واحده يعني، لو فيها بواقي يعني سوري دم او حاجه كده فتبقى يعني تنزل. خلاص. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه عندي يعني شويه خل قد كده، يعني حوالي بتاع 3 4 معالق. معايا ليمون، دي حوالي ليمونه ونص. لو انت عندك العصير الليمون المركز ده تاخدي حوالي بتاع معلقتين كبار. عندي بعد كده ملح، توم باودر، توابل، كمون، كركم. بصي هو الكركم اختياري بس انا بحب احطه. بيشيل عارفه انت اي سموم او اي حاجه، بتبقى حلوه قوي. بيعمل يعني بيطهر الاكل كمان، وبيدي يعني عايزه اقول لك ايه، ان هو بيحسن من النكهه بتاعته. هو ما بيبانش بس عارفه انت بيحسن من النكهه بتاعته، تبقى حلوه. كزبره. وبحب ان انا احط قرفه، دي حوالي نص معلقه قرفه. دي برضو انا بحطها علشان انت عارفين ان الكبده والحاجات اللي هي زي كده بيبقى فيها شويه يعني لو ليها زفاره ليها حاجه، بس طالما ان هي اصلا بيبقى من عندي بتاع يعني كبده ومن عندي بتاع اللحمه وكده، فبتبقى نضيفه وحلوه. بس انا بحب احطها يعني ايه، نوع من انواع الطمانينه حتى لنفسي. يعني اللي عايز يحط يحطه، واللي مش عاوز يحطه هو براحته. خلاص. دي حاجه. تعالوا بقى بالنسبه ان انا خلطه بقى بتاعتي انا، ان انا بحب ان انا دي طماطمايه ونص بس لانهم صغيرين. انت بتجيبي طماطمايه متوسطه حلوه. بحب كمان ان هو في فلفل دوت يعني ده نص قرن لانه شويه يعني سبايسي شويه، فانا مش عايزه الموضوع يبقى جامد عشان ولاد. وكمان انا بحب احط كده دي بصله صغيره، وحوالي دول 4 فصوص توم. مش عايزه تحطي بلاش لان انت عندك توم باودر، بس انا حابه ان انا احط معاه توم عادي. وكمان من ضمن الحاجات اللي بتدي كمان نكهه مع الليمون ان انا حاطه هنا نص ليمونه بقشرها. انا مش عايزه اقولك بتخلي طعمها جميل. خلطتهم هبتدي ان انا احطهم على الكبده كده حتى تبقى كمان مش مخلوطه كويس. خلاص. بس على فكره هتلاقي طعمها حلو قوي وهتعجبكم قوي، وهتقلبيها كويس. خلاص. وبعد ما هتقلبيها، اصلا كنت حاطاها في الفريزر بصراحه يعني، فما استنيتش عليها، مش حابه ان هي تستنى لما تفك قوي. خلاص انا هقلبها. خلاص. وهسيبها في الفريزر. لو انت مستعجله عليها قوي يعني في الفريزر كده حوالي بتاع نص ساعه. بره الفريزر بتسيبيها حوالي بتاع ساعتين كده تاخد من الخليط دوت كويس قوي. خلاص. انا هقلبها كويس وهحطها وارجع لكم وبعدين نكمل الخطوات. ورجعت لكم كده يا جماعه بعد ساعتين. خلاص. ودي شكل الكبده اهي اهي. تمام. طيب هنبتدي بقى نعمل ايه. هقول لكم نركن على جنب دلوقتي. هيبقى معانا طبق. معانا هنا حوالي بتاع كوبايه رده تكون ناعمه، ومعاها حوالي بتاع 3 معالق دقيق، ومعاها كمان معلقتين نشا. النشا طبعا حد هيستغرب يقول لي دي نشا، اقول له النشا بتعمل ايه؟ بتعمل ان هي
بتخليها بتبقى كريسبي كده وناشفه حلوه وجميله، وبتخليها كمان انتوا عارفين ان النشا مع الدقيق بيخليها كمان ان هي ايه ما تسودش. هنقلبهم كده كويس خلاص، وهتبتدي نقلبهم كويس قوي خلاص. وبعد كده هنبتدي نعمل ايه، هنمسك الكبده بالطريقه دي خلاص، نعملها كويس قوي كده، نتبلها كويس قوي كده في الدقيق اهي، ونفضل نعمل كده لحد ما نخلص الكميه. وهنبتدي ان احنا هنحطهم في صينيه كده كده اخلص الكميه. بعد ما خلصت الكميه ده تبلتها زي ما قلت لكم كده، واهم حاجه ان انتوا تضغطوا عليها قوي في الطبق كده علشان تبقى كلها بالطريقه دي متبله كده خلاص. وكده احنا حاطين زيت على النار ولحد ما يسخن وكده، ويلا بينا عشان نشوف هيتقلي ازاي. خلاص هنبتدي بقى ان احنا نحط كده، وتبقى النار بتاعته متوسطه، وتاكدي برده ان انتي تنفضيها بس مش قوي عشان ما يقعش من عليها الخليط بتاعك. بسم الله. كده طبعا هو كل اللي بيعمله ما بيعملش معاه الخلطه اللي انا كنت عاملاها وموريها لكم دي بتدي على فكره طعم حلو قوي، يا ريت تجربوها كده. طبعا النار تبقى هاديه عشان ما تحرقهاش. خلاص كده انا هقلبها يا جماعه اهوت اهي. بصي تخلي بالك طبعا اهي هما تقلبيهم كده اهي. خلاص استني بقى الوش ده كمان يكمل. خلاص ادينا هم كده يا جماعه، بصوا شكلها عامل ازاي اهي، وفاتحه وجميله زي الفل. خلاص اهي كده، وطلعهم طبعا على ورقه او كلينكس يعني، بحيث ان هي تاخد كل الزيت بتاعها. خلاص هخلص الكميه كلها وارجع لكم. كده يا جماعه انا خلصت الكميه اهيت. بس في نصيحه بس عايزه اقول لكم عليها، يا ريت يعني دي مهمه، ان انت لما هتطلعي الكبده تحطيها على ورق يعني اللي هو ورق اللي هو بتاع السفره دوت، او على مناديل، يعني بحيث ان هو يشرب اي زيت زياده فيها. تمام. هي مش هتبقى شاربه قوي يعني، بس انت كمان لانك موطياها ومخليها مسويها على نار هاديه، فشايفاها زي ما انت شايفاها كده فاتحه قدامك اهيت، ما فيهاش غامق ولا اي حاجه خالص. بتقدميها بقى انت على حسب ذوقك، بتقدميها مع بطاطس، بتقدميها مع شيبسي، بتقدميها مع سلطه وطحينه زي ما انا عامله كده. والطحينه ديت طبعا انا كنت عامله فيها فيديو قبل كده، وانا هسيب لكم طبعا العنوان بتاعها في صندوق الوصف تحت. فده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. وان عجبكم ما تنسوش بقى ان انتوا تشتركوا وتفعلوا الجرس، بحيث ان هو يوصلكم طبعا اشعارات القناه. وطبعا ان انتوا يعني طبعا في كلامكم ان انتوا تدوسوا لايك وتعملوا لي شير، بحيث ان كمان الكل يستفيد. وهستنى منكم تعليقاتكم وكومنتاتكم، وشكرا ليكم ولمتابعتكم يا احلى متابعين في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.